السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وهنزين مع بعض كده النهارده تورته بسيطة جدا شكلها حلو قوي. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده الدقيق الاسبونش كتير، فانا النهارده جايبه معاكم التزيين بس. انا عامله التورته بتاعتي ومجهزاها الكيك يعني، وهنزينها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده، اول حاجه جبت الطبقه بتاعتي، حطيت على القاعده بتاعتي دي كريمة علشان تمسك معايا الكيك، وبعدين احط الطبقة بتاعتي الاولانية وهسقيها كده بالشربات اللي هو الخفيف، او ممكن لو عندك لبن تسقيها برضو بلبن مع معلقة عسل كده برضو عادي، مش هتفرق اي حاجة اسقيها بيها، عندك اي عصير اي حاجة اسقي كيك بيها. تمام. بعدين هجيب بقى عندي الكريمة كده، انا عملت الكريمة بتاعتي برضو وجهزتها. هتعمل مثلا لو كوباية كريمة هتحطي عليها كوباية مية ونص كوباية سكر. تمام كده، اعملي بقى الكمية اللي انت ايه، اللي انت هتكفي معاكي يعني. تمام كده. انا طبعا عايزه اقول لكم ان في الصيف والحر الكريمه مش بتقعد خالص وبتسيح جدا، فلازم تشتغلي بسرعه وتجلسي وتدخليها تاني الفريزر. يعني انا كنت مفضيه عندي الفريزر، واول ما بشتغل يعني اول ما اخلصها كده هدخلها الفريزر عندي تقعد مثلا ساعه ولا حاجه، وبعدين اطلعها تاني اشتغل. تمام. دي طبعا كانت تورته عيد ميلاد ابني، هو عايز كوره على شكل ملعب كوره، قصدي عايز تورته على شكل ملعب كوره علشان هو بيحب الكوره وكده وبيلعب يعني في التمرين بتاعه. فاحنا عملت له بقى التورتيه دي، وهتشوفوها شكلها حلو جدا، والفكره بتاعتها سهله جدا لاي حد عايز يعمل الفيديو ده او التورته دي لابنه. تمام. انا طبعا عندي عملت طبقتين من الفانيليا، وطبقه من طبقه قصدي من الفانيليا، واتنين من الكاكاو اللي هي الشوكولاته. تمام. طبعا هقول لك كده واحنا بنشتغل، هقول لك على طريقه عجينه الاسبونج. هنعمل ايه، هتجيبي عندي على النص كيلو، بناخد نص كيلو دقيق اسبونج من عند اي حد بتاع حلواني، هتقولي له عايزه دقيق اسبونج. نص تقريبا في حدود 40 جنيه، بس هو بيسهل عليكي ان هي بتبقى الكيكه اسفنجيه، ومش بتحتاجي اي سمنه بقى ولا اي اضافات تانية غير البيض. يبقى هنعمل ايه، نص كيلو دقيق اسبونج عليه 6 بيضات، عليه رشة من الفانيليا، ولو عندك محسن جل هتحطي معلقة، ما عندكيش مفيش اي مشكلة خالص مش هتستخدمي. يبقى نص كيلو من الدقيق عليه 6 بيضات عليه نص كوباية مية ورشة من الفانيليا. تمام كده. وهتحطيها طبعا في الصاج اللي انت عايزاه، الحجم اللي انت عايزاه، وبعدين هتدخليها الفرن بقى تستوي، وزي اي زي اي كيكه يعني هتستوي معاكي، بس طبعا هي دي بتستوي بسرعه شويه، فتخلي بالك منها. وبعدين هتجيبيها بقى ونشتغل فيها على طول زي ما انت شفتي معايا كده. عايزه تشتغلي فيها على طول تمام، عايزه تستني عليها مثلا يعني لحد تاني يوم، مفيش برضو مشكله، هتبقى احسن من ان انت تشتغلي فيها على طول. تمام كده. جبنا بقى الكريمه بتاعتنا، جبنا بقى الحاجه بتاعتنا، ظبطنا اهو خلاص. انا الطبقات بتاعتي ما حشيتهاش من جوه لان انا هعمل عليها الكريمه بتاعتها والحاجه من بره. تمام. جلستها كده اهو زي ما انتم شايفين. وهتجيبي اي حاجه عندك سوي بيها مسطره، اي حاجه. ده طبعا السكينه دي انا كنت جبتها جديد، وجبت كمان القاعده اللي انا حطيت عليها التورته دي جديده برضو، علشان انا كنت انا يعني باحتاج باعمل تورت كتير يعني، يعني مش كتير قوي، بس يعني لما بكون عايزه تورته او في اي مناسبه انا بعمل التورته لنفسي مش بشتريها، فالحاجات دي هتنفعني لبعد كده. تمام. ظبطنا بقى التورتيه بتاعتي ودخلتها التلاجة. انا عايزه اقولك ان يعني انا دخلتها التلاجة وطلعتها تاني، بس طبعا هو مش ظاهر في الفيديو لان انا مجمعاها على بعضها. جبت بقى القمع بتاعي اللي هو الكيس السيليكون ده، معاه كذا قمع كده، هاتي ارفع واحد واعملي بيه، ارفع واحد خالص اللي هو شايفين يعني الدايره بتاعته رفيعه خالص. ده اشتغلت بقى بيه. هنحدد اول حاجه، هنحدد المربع بتاع الملعب اللي هو اللي انا بعمله ده، هنحدد كده. انا طبعا اشتغلت بايدي، ما علمتش ولا حاجه. لو انت مش هتعرفي تحكمي كويس يعني، علمي كده بايه، بمسطره او حاجه عشان تعرفي تمشي عليها. تمام. انا عملت بقى اهو كده، ده بالابيض، الشغل اللي انا هشتغله بالابيض. وبعدين هجيب الكريمه بتاعتي بقى اللي هو عايزه اعمل لون اخضر، فهجيب لون اخضر جل وهستخدمه في باقي الكريمه اللي معايا عادي. طبعا انا جريت في الفيديو شويه علشان ما تزهقوش، واشتغلت بنفس القمع اللي انا قلتلك عليه اللي هو الصغير. برضو اشتغلت بيه كده اللي هو كاني بنقط بيه كده حاجات بسيطه خالص زي ما انتم شايفين اهو. واللون ده افضلي حطي نقط كده من اللون الاخضر لحد ما يديكي اللون اللي انت عايزاه. طبعا انا اللون ده بالنسبه لي اللون كان حلو جدا،
وهو ده اللون المناسب يعني اللي هو زي اللون بتاع النجيلة. تمام. هنملى كده بقى كل الفراغات دي، احنا حددنا الاول بالابيض وبعدين هنملى كل الفراغات اهو. بس طبعا زي ما قلتلك تدخلي بقى على طول تشتغلي في حاجة وتدخليها شوية تاني في التلاجة علشان تعرفي ان انت تكملي بقية الحاجة التانية، لان الجو حر جدا والكريمة ما كانتش مستحملة خالص. اهو هكمل بقى كده اهو. طبعا لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، وتقولي لي رأيك في التورتيه بتاعتنا النهارده، وتعملي اشتراك، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. واستنوا برضو فيديو البسبوسه المرمله، هنزله بعد الفيديو ده ان شاء الله. هتعجبكم جدا وكان طعمها مختلف جدا. هنا بقى خلاص خلصت، هعمل بقى كده ايه من بره كده خط بالاخضر ده علشان يبين ان هي دي شكل الملعب من جوه. وهعمل بقى في الاخر روزيتات كده ايه باللون الابيض من على الطرف وباللون الابيض برضو من تحت كده، هحزم التورتيه بتاعتي. وعايزه اقولك على حاجه كمان، انا في فكره، انا طبعا التورتيه دي كان حجمها كبير فمش لاقيه لها قاعده خالص، اللي هي القاعده اللي انتوا شايفينها قدامك دي انا ما كنتش لاقيها خالص. فواحده صاحبتي قالت لي اعمليها بالكرتون، فجبت كرتونه، وطبعا هي اصلا غاليه، حتى لو لقيتيها بتبقى معديه القاعده لوحدها معديه 40-50 جنيه. فانتي جبت كرتونه تكون كرتون اللي هو المقوى ده، او كرتونه تكون جامده شويه عندك، وقصيها وبعدين غلفيها بورق اللي هو الفويل ده. طلعت معايا قاعده محترمه ولا احتجت لاي حاجه ولا كلفتني اي حاجه. الكرتون عندي في البيت والورق عندنا كلنا في البيوت. فالفكرة عجبتني بصراحة، بدل ما هشتري القعدة وكنت عمالة ادور اساسا مش لاقياها. بس فحبيت اعرفكم برضو الفكرة دي، لو حد يعني لو في اي وقت كده مش لاقية او مزنوقة في قعدة، فاعملي الفكرة دي. تمام كده. هنا اهو خلاص كان يعتبر خلاص الشكل النهائي اللي فوق كده خلص. وابتديت بقى ان انا ايه هلف كده بالكريمة حوالين التورتاية بتاعتي، زي هحزمها كده من تحت. طبعا عايزة تكتبي حاجة على الكريمة كده من بره بالشوكليت او مثلا ارقام، او باللي هي الحروف، تعملي حرف الطفل اللي انت هتعملي له. بس طبعا انا زي ما قلت لك كان حر ولسه هاخد التورتيه اطلعها في المكان اللي هنحتفل فيه، كان صعب ان انا ازين اكتر من كده لان كل حاجه كانت هتسيح. تمام. بس كده كنا خلصنا بقى التورتايه. وطبعا لو انت عايزه تحطي برضو الاشكال اللي هي بتاعه اللعيبه وكده لو لقيتيها، انا بصراحه ما لقيتهاش عندي، فجبت كده كوره طبعتها وحطيتها كده في النص، وده الشكل النهائي. اتمنى يعجبكم، وما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو، واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.